أعزائي مشاهدين سلام نيوز، أهلا بكم على ريد كاربت في الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي بدار الأوبرا المصرية. هنكون معاكم لحظة بلحظة لتغطية هذا الحدث الفني الكبير، وهذا المهرجان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الثقافة وتنظيم الهيئة العربية للمسرح برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الله. حدث بالنسبة لنا مهم جدا لكل المسرحيين. المسرح العربي يعني وحدة الأمة العربية في أفكارها وفي طموحها. الإصرار ده عظيم جدا وبيؤكد إنه الفنون هي اللي هتفضل تقوي الصلات بين الشعوب. فرحة إن احنا نشوف في مصر هذا الكم من الإخوة العرب موجودين جايين احتفالا بالمسرح. وسعيدة أيضا بهذا التكريم اللي أنا بناله النهاردة من خلال هذا المهرجان. يعني لي أكيد يعني لي ويعني لكل منتج وفنان. تعالوا مصر وشوفوا المهرجان العربي إيش عمل في مصر مثلا. حياكم والله. مهرجان المسرح العربي ده حدث كبير جدا جدا بتنظمه الهيئة العربية للمسرح. بالتوفيق دايما لما دام معاكم مذيعات حلوين كده يا أمام. كل التوفيق لكم، نشوفكم في أعلى المراتب بإذن الله، أعلى المراتب في كل مكان إن شاء الله، في كل بيت. احنا محتاجين كلنا نبقى على قلب رجل واحد. نتمنى السلامة لكل الوطن العربي. أهلا بيكم في بلدكم مصر، دايما منورة بيكم. مصر منارة للفن دايما. أنتوا سبب وجودنا، فنان من غير الجمهور ما يسواش حاجة. كانت معكم رندا صباحي، قناة سلام نيوز.